السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نتمنى أن تكونوا بألف خير. اليوم سنأخذكم في رحلة مميزة للتعرف على حياة أحد أبرز نجوم كرة القدم العربية والإفريقية، اللاعب الجزائري رياض محرز، الذي استطاع بموهبته وإصراره أن يكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية. قصة ملهمة تحكي مسيرة رياض محرز، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ الجزائر، منذ طفولته وبدايته المتواضعة وحتى تتويجه بألقاب المحلية والقارية والعالمية. ولد رياض محرز في 21 فبراير عام 1991 في مدينة سارسيل الفرنسية، ينحدر من أصول جزائرية، حيث كان والده أحمد محرز جزائريا، بينما كانت والدته من أصول جزائرية مغاربية. منذ صغره أظهر رياض شغفا كبيرا بكرة القدم، وكان يقضي ساعات طويلة في اللعب والتدريب، محاولا تطوير مهاراته بعيدا عن الأضواء والشهرة. لم تكن بداية محرز سهلة على الإطلاق، فقد كان جسمه نحيفا مقارنة للاعبين الآخرين، مما جعل البعض يشكك في قدراته على النجاح في عالم كرة القدم الاحترافية، لكنه لم يستسلم أبدا، واستمر في العمل الجاد والتدرب يوميا لتحقيق حلمه. بدأ مسيرته الكروية في الأندية المحلية بفرنسا، ثم انضم إلى نادي لوهافر، حيث لفت الأنظار بمهاراته الفنية وسرعته الكبيرة وقدرته على المراوغة وصناعة الفرص. وبعد سنوات من الاجتهاد جاءت الفرصة الذهبية عندما انتقل عام 2014 إلى نادي ليستر سيتي الإنجليزي. في ذلك الوقت لم يكن الكثيرون يتوقعون أن يصبح محرز أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن موسم 2015-2016 كان استثنائيا بكل المقاييس، حيث قدم أداء مذهلا وساهم بشكل كبير في تحقيق ليستر سيتي لأعظم مفاجأة في تاريخ كرة القدم الحديثة، عندما توج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه. خلال ذلك الموسم سجل محرز العديد من الأهداف، وصنع الكثير من الفرص الحاسمة، ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، ليصبح أول لاعب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز الكبير. بعد نجاحه من ليستر سيتي انتقل رياض محرز إلى نادي مانشستر سيتي عام 2018 في صفقة كبيرة، وهناك وصل كتابة التاريخ، حيث ساهم في تحقيق العديد من البطولات، من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، والإضافة إلى دوري أبطال أوروبا الذي يعتبر حلم كل لاعب كرة قدم محترف. أما على الصعيد الدولي فقد اختار تمثيل منتخب الجزائر رغم أنه ولد في فرنسا، وكان هذا القرار مصدر فخر كبير للجماهير الجزائرية. شارك مع المنتخب الجزائري في العديد من البطولات القارية والدولية، وأصبح أحد أهم قادة الفريق الوطني. ويعد عام 2019 من أبرز المحطات في مسيرته الدولية، عندما قاد المنتخب الجزائري للتتويج بكأس الأمم الإفريقية في مصر، وخلال البطولة قدم مسيرات رائعة، وكان هدفه التاريخي من ركلة حرة مباشرة في نصف النهائي أمام نيجيريا، من أكثر اللحظات شهرة في تاريخ الكرة الجزائرية. عُرف رياض محرز بأخلاقه الهادئة وشخصيته المتواضعة خارج الملعب، كما اشتهر بمهاراته الفريدة في المراوغة والتحكم بالكرة والتمريرات الدقيقة، وقد أصبح مصدر إلهام الكثير من شباب الجزائر والعرب الذين يحلمون بالوصول إلى أعلى المستويات في عالم الرياضة.
إن قصة رياض محرز تعلمنا أن النجاح لا يعتمد فقط على الموهبة، بل يحتاج أيضا إلى الصبر والعمل الجاد والثقة بالنفس رغم الصعوبات والتحديات التي واجهها في البداية مشواره. استطاع أن يحول أحلامه إلى حقيقة وأن يصبح واحدا من أفضل اللاعبين في العالم. وفي الختام، يبقى رياض محرز رمزا للفخر بالنسبة للجزائريين والعرب، ونموذجا يحتذي به في الإصرار والطموح. شكرا لكم على حسن المتابعة، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. إلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.